ارجعوا شوفوا هذا مازن الناصبي محتج في احدى فيديوهاته، واعطيه كل الحق، من حقه الناصبي. مازن ذكر هذا في احدى مقاطعه، ووالله هو صادق وهو كذوب. الرجل صادق في طرحه. عندنا اتصال الأخ مازن من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم. حياكم الله، تفضل. حياكم الله. فقط حبيت مداخلة في الموضوع. نعم تفضل. فقط أردت أوصل للمشاهدين مدى وحشية المخالفين. نعم. مثلا جاء في أحد كتب النواصب المخالفين نص يدل على وحشية بالغة، يقول في النص: فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة ورفع الصبيان في الرماح. بالله عليكم، هل هناك وحشية أكثر من هذه الوحشية عند النواصب؟ كيف يبقر بطون حبالة أي الحوامل ويرفع الصبيان في الرماح؟ نعم. أليست هذه وحشية أستاذ صحيح، وحشية وما مثلها وحشية. حتى داعش يمكن ما سووها هيك. أحسنتم، لكن الذي سيفعل هذا هو المهدي عندكم. نعم. كما جاء في سرور أهل الإيمان. نعم. وهذه الروايات مردودة. هذه أفعال مهديكم بعد الخروج، وقد اعترفتم أنه مجرم. نعم. لا يا أخي، لا يا أخي، النقاش في الروايات. من معنا في الاتصال؟ مازن، عندي مشاركة في الموضوع، قضية التحريق. تفضل. في كتاب الكافي للكليني في المجلد السابع صفحة 257 بإسناده عن أبي عبد الله قال: أتى قوم أمير المؤمنين. نعم. فقالوا: السلام عليك يا ربنا. شكرا جزيلا، تقبل الله منكم. شكرا جزيلا، لا داعي لإضاعة الوقت لأن عندي 8 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أعلم الأحبة الكرام ممن يشاهد هذا الفيديو، وخاصة المشتركين في القناة الأولى قناة سيد مازن للرد على السبائية، أنه قد تم حذفها، فاشتركوا بهذه القناة الجديدة لنواصل المسيرة ونكمل المشوار مع بعض في فضح دين السبائية، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والإخلاص.